تلاميذ ديال الاولى بكالوريا، عارفه انه عندكم الفروض وتابعكم الجهوي. اذا كيفاش نقسم وقتي او نوازن بيناتهم؟ اول حاجه الا كان عندكم الفروض هذه السيمانه غتحاولوا تركزوا عليهم. الا كان مازال فروض ثالثين سواء ديال المات ولا ديال الفيزيك ولا لي في تي، حاولوا دابا في شهر واحد انكم تقسموا النهار على الاقل نص ساعه في الصباح خاصه بالحفظ، وفي الليل تخدموا التمارين ديال المات والفيزيك. وما تنساوش ان الجهوي كيتحسب 25%. 25% ديما نخصصوا الوقت ديالنا الحفاظه، الاجتماعيات، التربيه الاسلاميه، حيت هما اللي كياخذوا الوقت بالنسبه للتلاميذ اللي كينساو، خصوصا الاجتماعيات راه فيها 16 درس. وبالنسبه حتى الفرنسيه هي اللي ننصحكم انكم تبداو بها، لانه المعامل ديالها 4 بالنسبه لي سيانتيفيك وفيها خدمه بزاف. يعني تعرفوا لي شابيتر كل رومون ديروا له الملخص، البرودكسيون اكري، تحفظوا الفوكابولير ديال كل سوجي، يعني باش ما يكونش عندكم تراكمات في اخر السنه، خصوصا في الدوره الثانيه. حتى هي ما خاصكمش انكم تعطيو اهميه للفروض بكثر من انكم تعطيو اهميه للجهوي، لانه المواد العلميه تقدروا تداركوها في العطله ديال البكالوريا. دونك هادشي اللي كاين، وبالتوفيق.